بعد هدنة الأسبوعين دول تفتكر أمريكا كسبت الحرب فعلًا زي ما كانت بتقول أو حتى على الأقل خالص حققت هدفها؟ لأ بُص تعالَ نقول السؤال بطريقة تانية بحيث إن هو ياخد أكتر من إجابة حوالين القصة دي. أنت بعد اللي شُفته في حرب أمريكا وإيران دي، تفتكر لو عاد الزمن بأمريكا هترضى تخش الحرب دي والّا لأ؟ لأ أعتقد لأ. الله ينور عليك، ليه؟ لإن من وجهة نظري يعني وممكن أكون غلطان فيها برضه، إن أمريكا ممكن تكون فعلًا دمّرت قواعد ومنشآت عسكرية كتير أوي لإيران، زائد الاغتيالات الكتير أوي لأكبر القادة وأهمهم، بس قصاد ده حاسس إن هي خسرت حاجة. يعني عارف أنت فكرة إن عادي بيتقال لأمريكا لأ، وإنِّك لو ضربتني قلم أنا هاضربِك قلمين وأي حد هيساعدِك أنا ممكن أدخل كمان أعمل معاه مشكلة. عارف الحتة ديّة؟ أعتقد إن إيران تعتبر الدولة الوحيدة اللي ممكن تكون جاوبت على السؤال اللي كل دولة بتسأله نفسها، هو إحنا أصلًا ينفع نخش في مواجهة مع أمريكا والّا لأ؟ يعني إيران تعتبر كسرت الحتة دي أو يعتبر بمعنى أصح جاوبت على الحتة دي. الله ينور عليك. ده غير كمان امتناع الدعم من الدول اللي كانت أمريكا بتعتبرهم حلفاء ليها في الحرب دي بالذات. وإن الدول دي ما بقاش تخاف تقول لأمريكا لأ أنتِ فعلًا بتكذبي وبتمشّينا وراكِ وبتغرقينا، زي ما حصل قبل كده يعني، وإن المستفيد الوحيد الأكبر في القصة دي كلها هو أنتِ وبنتِك الصغيرة. ده غير إن دولة زي بريطانيا اللي كانت بتعتبر أكبر حليف لأمريكا، طالعة دلوقتي تقول بكل صراحة ووضوح إن إحنا فعلًا يجب أن ننخرط مع الصين ونبعد شوية عن أمريكا والحتت دي. ده غير كمان الدول اللي كانت أمريكا مفهّماها إنها تقدر تحميها من أي خطر، أعتقد دلوقتي الدول دي فهمت مين الخطر ومين السبب فيه أصلًا يعني، فاهم؟ وحاجة تانية كمان، ترامب كان طالع يقول إن اللي بعد إيران على طول هي كوبا. أعتقد إن مش هيقدر ييجي جنب كوبا خلال السنتين 3 الجايين دول على الأقل، برضه لنفس الأسباب اللي فاتت دي. أنت قصدك تقول إن كده إيران ممكن تكون فعلًا خسرت ماديًا كتير، بس كسبت معنويًا أكتر على عكس أمريكا اللي قد تكون على أرض الواقع محققة إنجازات مادية كبيرة، لكن خسرت معنويًا أكتر؟ الله ينور عليك، على الأقل خالص دي الإجابة الصح لحد دلوقتي يعني. بس المفروض إن إيران تخلّي بالها لإن ممكن أمريكا ترجع تعمل فيها زي ما عملت في اليابان وهيروشيما وكده يعني. مش فاهم. أقصد إن أمريكا ممكن تكون هي اللي محتاجة الهدنة ديّة أكتر من أي حد تاني، خصوصًا إنها اتفاجئت من مواجهة إيران وشجاعتها وصمودها الفترة اللي فاتت دي كلها، وإنها بس محتاجة تدرس أخطائها وبعدين ترجع تشعل حرب تاني، مش غريب عليها يعني. هُم فعلًا بيقولوا يعني لو إمبراطورية أمريكا دي سقطت، أظن يعني اللي ما يسموش دول هيسقطوا وراها صح؟ بُص هي مش المشكلة في كده، المشكلة إن اللي ما يسموش دول دايمًا هتلاقيهم سابقينك بخطوات كتيرة أوي، وإن هُم حتى لو اتأكدوا إن مثلًا إمبراطورية أمريكا ديّة ممكن تسقط بعد 10 سنين على الأقل، هتلاقيهم من دلوقتي بيقدموا الولاء والطاعة لأي دولة عارفين إنها هتحل محل أمريكا، فاهم؟ أعمل لك قهوة؟ على فكرة حلوة في السبرتاد دي، أعمل لك؟ لا، لا، ده أنا شارب النهارده كتير في الشغل، أنا محتاج أصلًا أريّح شوية كده. والّا عايز حاجة؟